زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عن جده وعنه وعن أباه وعن سلالة آل البيت أجمعين كان ساكن في المدينة المنورة. استطراد بس كذا على جنب شوي، دقيقة بس خليني أخذك على جنب. الإمام مالك في كتابه الموطأ يذكر يقول أنه بعد وفاة زين العابدين أهل المدينة فقدوا صدقة السر. صدقة السر، يفتح الباب الرجل من أهل المدينة باب بيته يجد أرزاق عند الباب، من اللي يتصدق عليه من اللي أعطاه ما يدري. صدقة السر لا يعلم المتصدق عليه من تصدق عليه. وكان زين العابدين الله ربنا وربه في صدقة السر، إلى درجة أنه يوم مات فقدت صدقة السر، فعرفوا أنه زين العابدين هو اللي كان مسؤول عن هذه الصدقة بعد ما مات رضي الله عنهم جميعا. اتجه إلى مكة يبغى يحج في أمان الله. يذكر من جميل ما قرأته في سيرته أنه كان يشبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يشبه خلقا وخلقا، لين سهل طيب التعامل رضي الله عنهم جميعا. فكانوا يشبهونه بجده علي. يوم أقبل على مكة وأقبل على الحرم وأقبل على الكعبة شافوه الناس وقاموا يوخرون عنه، عرفوه وقاموا يوخرون عنه يبعدون عنه، وجاء متجه باستقبال الحجر يبغى يسلم على الحجر. أول ما جاء إلى الكعبة هذا المنظر الآن، وزين العابدين يشق الصفوف ويدخل إلين الحجر ويستلمه ولا يضايقه أحد ولا يقبله أحد ولا يزعجه أحد ولا يعكر صفو وصوله إلى الحجر أحد، على مشهد هشام بن عبد الملك وحاشيته من أهل الشام والمنصب اللي حاطينه له، هو جالس ينتظر الناس تخلص عشان يروح يسلم على الحجر. جاء زين العابدين دخل سلم على الحجر مشى، اللي معه هشام بن عبد الملك قالوا من هذا؟ هشام بن عبد الملك أبوه مدري أخوه الخليفة، ولا خلوه يقبل الحجر ويسلمه ويستلمه بمثل ما استلمه هذا الرجل. من هو؟ من أهل الشام ما يدرون من هو. هشام بن عبد الملك يعرف زين العابدين زين، ويعرف سلالة آل البيت رجال رجال، وقد قابله وقد التقى زين العابدين مع يزيد بن معاوية وصار في نقاش. لكن العبرة فين؟ العبرة أنه يعرفه، وبني أمية يعرفون آل البيت رجال رجال. الناس يوم وخرت عن زين العابدين تعرفه زين، وتعرف منه، تعرف منه أبوه، تعرف منه جده، وتعرف أمه، وتعرف من جدته فاطمة، وتعرف كل شيء، تعرف آل البيت. أنزلوا الناس منازلهم. هشام بن عبد الملك يطالع واللي معه يطالعون، قالوا من هذا؟ قال هشام بن عبد الملك ما أعرف، ما أدري منه، وهو يعرفه زين مثل ما يعرف نفسه. كتب التاريخ يعلمه جيدا، يعني يعرفه زين. هشام بن عبد الملك من اللي كان معه من ضمن الحاشية؟ دائما غالبا الخلفاء والملوك يمشون معهم شعراءهم. ذاك اليوم نقمة هشام بن عبد الملك ونعمة على المسلمين أن الأبيات هذه تقال. كان معه الفرزدق، معروف الشاعر الفرزدق، شاعر الفسق والفجور، استغفر الله العظيم، وفقها الله ذاك اليوم توفيق ونصر عزيز ومقتدر. يذكرون أهل الأدب لو لم يكن للفرزدق إلا هذه الأبيات لكفته مسيرته الأدبية كاملة. الفرزدق كان من شعراء بني أمية، يعني خلني أقول لك بالمعنى العامي في صف بني أمية، ما هو مع صف آل البيت، يعني كذا بالعربي الفصيح أعلمك إياها عشان تفهم النقاش اللي حصل واللي صار بعدين. قال الفرزدق، شاف الفرزدق أنكر الوضع، أنكر هشام، وش به يقول ما يعرفه؟ كيف ما يعرفه ويدري الفرزدق إنه هشام يعرف، بس دول حقين الشام ما يدرون منه زين العابدين. فقال الفرزدق أنا أعرفه، من اللي ما يعرفه؟